السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا في حلقة جديدة ويوم جديد. حلقة اليوم أنا آسف مقدما على كمية المشاعر وبرضه يمكن الدموع اللي بتحصلوها في حلقة اليوم، بس حبينا نوصل رسالة وفكرة هادفة إن شاء الله تعرفوها في الحلقة. السؤال موجه لكم قبل ما نسأل الجمهور. لو سمحت لك الفرصة لمدة دقيقة واحدة إنك تتصل اتصال بواحد من أعز الناس اللي توفوا عليك، يعني بواحد من أهل المقابر، بمن بتتصل وإيش بتقول له؟ جابوني في التعليقات قولوا لي من أعز الناس اللي توفوا عليكم وإيش بتقولوا لهم لو سمحت لكم الفرصة. وكمان بنشوف ردود أفعال الناس إيش بيقولوا. وقبل كل حاجة ربنا إن شاء الله يرحم كل ميت وكل متوفي برحمته الواسعة، وإن شاء الله بإذن الله اللقاء في جنات النعيم بإذن الله. لا تنسوا الاشتراك واللايك وانشروا الحلقة في كل مكان وخلونا نشوف إيش بيحصل. يا حبيبي، لو سمحت لك الفرصة إنك تتصل لمدة دقيقة في مكالمة مع شخص متوفي من أهل المقابر، بمنع تتصل وإيش بتقول له؟ هذا اتصل بجدي الله يرحمه. التنهيدة هذه الله يرحمه يعني كان غالي عليك صح؟ الله كان غالي، كان هو يدعمني، كان هو يحفزني. طيب في المكالمة إيش بتقول له؟ والله لو كان الحين يعني اقدر اجابره دقيقة واحدة اقول له يا جد انت رحت ما عبش من يدعمني بعدك، كنت تدعمني، كنت تحفزني يا جد، كنت افسرك في البيت يعني افتهن. الله يرحمه، الله يسكنه الفردوس الأعلى. آمين يا رب. الله يرحمه. وتأثرك هذا عليه دليل على الحب وانه كان شخص غالي جدا في حياتك. صح والله. طيب احنا حاليا جدك متوفي الله يرحمه، المفروض ايش تسوي له؟ ادعي له، تدعي له وزيارة قبره صح ولا لا؟ صح. الله يرحمه يسكنها الجنة. وسامحني سامحني الله قلبت يسامحك. مشاعرك. والله يعني أهل المقابر كلهم أهلنا، بس في ناس يعني عزيزين علينا يكونوا زيادة. من ضمنهم مرت عمي عبد الحكيم، هذا عبد الحكيم أم غمدان ومجد الله يرحمها إن شاء الله. الله يرحمها. هي كانت تعاني من السرطان وبعدين سفرناها لمصر والحمد لله تعالجت ورجعت. وبعد فترة رجعت تعبت مرة ثانية، بعدين كنت أنا أوديها المستشفى أنا وابنها، وبعدين وصلناها للمستشفى، بعدين فعلنا لها كشافة. بعد ما فعلنا الكشافة طلع إن السرطان رجع انتشر من جديد. وبعدين أنا خرجت عند هذا مشتيش أقول لها، يعني هي خايفة من العلاج. يعني هي منتظرة للإجابة، كيف توصل لها؟ قالت لها ابني بشرني كيف هذا؟ قلت لها ما فيش حاجة يا خال هذا. قالت أهم شيء ابني الكيماوي لا تفعلوش كيماوي. يعني كانت تألم، يعني كانت الصدق عزيزة علي يا أخي، وكانت قهرتني بهذا الكلام الصدق يعني. المهم جلست فترة بعدين كذا قلت لها ما فيش حاجة يا حمام هذا، كنا نجيب العلاج الكيماوي هذا نفعله بدون، فعلنا الجرعة الأولى. قالت هذا كيماوي، قلنا لا لا يا أخي مش كيماوي هذا. قالت الله يحفظكم. كانت تدعي لنا وهي قاعدة على فراش الموت. رجعت بعدين مرة ثانية مرة بفعل الجرعة، جينا نفعل لها الجرعة هذا قالت لا تفعلوا شيء، يعني خلاص اقرأوا علي. وهذا أنا قدني يعني الصدق يعني هي أثرت علي تأثير صح، يعني هي في قلبي للآن، يعني الحمد لله ما أذكرها في صلاتي في كل شيء. الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته. الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته إن شاء الله، هي وكل موتانا وموتى المسلمين. ذكرني اسمك. طه وسلام. طه يا حبيبي يا طه، أول شيء أنا آسف جدا إني قلبت عليك مواجع. ثاني شيء بإذن الله أنها عند رب السماء في جنة النعيم. كلنا حق الله يا أخي، بس يعني في ناس اللي هم يأثروا عليك، وهذا الله يرحمها. طيب إيش بتقول لها خلال المكالمة أو الرسالة؟ إيش بتقول لها يا طه؟ قل لها إنها بالقلب عادي، والله ما أنساها عمري إن شاء الله، وإن أنا أذكرها في صلاتي وأتصدق عشانها وكل شيء. الله يرحمها ويسكنها في جناته. وهذا هو لب الكلام، وهذا في حلقة اليوم، إن إحنا ما ننساش أي شخص توفى علينا بالدعاء، بالصدقة، بزيارة المقابر وقراءة الفاتحة. أكيد قراءة الفاتحة، هذا لأنه ممكن إنهم يكونوا شفعاء لنا فعلا. وفي نفس الوقت برضه ما ننساش إحنا رايحين في نفس الدرب ونفس المسار والطريق، ننتبه يعني اليوم حياة وبكرة موت. أي والله ننتبه على أعمالنا وأفعالنا قبل ما نموت، لأنه لما نموت ما قدرش نفعل حاجة. لو سمحت لك الفرصة في يوم من الأيام إنك تتصل لمدة دقيقة واحدة بواحد من أهل المقابر، يعني واحد توفى يعز عليك، بمنع تتصل وإيش هتقول له؟ أخي أول شيء الله يرحمه يا نبيل سكنها الجنة، إيش هتقول له؟ ايش اقول له؟ لك والله ما اوصف قدوس زندي. صح اني ابي توفى، بس أنا آسف يا نبيل، أنا آسف والله. راحوا
ورحل لو في رجعته مالي امال الحزن في وجهك تمال. انا اسف يا نبيل اني قلبت عليك. اول شيء الله يرحم اخوك ويرحم ابوك يا نبيل، الله يرحمه ويسكنهم فسيح جنات يا رب. الموتى واجب علينا وحق علينا ان احنا ما ننساهمش بالدعاء بالصدقات صح. وبزيارة المقابر، صح ولا لا؟ صح ولا؟ الله يرحمهم. انا مش قادر اكمل الكلام معك يا نبيل الا بالله يرحمهم ويسكنهم فسيح جنات. الله يرحمه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حالك يا حبيبي؟ والله الحمد لله. ايش الابتسامة هذه الحلوة؟ أكيد يعني مبتسم عاد أنا كمان. حلو جدا الابتسامة، بس أنا آسف من السؤال، يمكن أن أنا أخفي الابتسامة هذه. سؤال حلقة اليوم، لو سمحت لك الفرصة لمدة دقيقة واحدة أنك تتصل مكالمة وتكلم واحد من أهل المقابر، واحد متوفي قريب لك، بمن بتتصل وإيش بتقول له؟ شوف أنا بالنسبة لي إنه واحد قريب أو كذا أنا ما أعرفش، بس في واحد قريب على قلوبنا كل إحنا، شخص يعني كلنا نتمنى إن إحنا نلتقي به، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شوف أنت لو ما يعني مثلا تشوف رسول الله قدامك تشي تشرح له الوضع، تشي تتكلم يعني ايش الذي وصلنا له، يعني تشرح له، تخيل قدامك رسول الله، يعني تخيل احنا في الجنة او وصلنا اذا اراد الله ان احنا ندخل الجنة بإذن الله، وانت تشوف قدامك رسول الله وتكلمه. احنا عشنا في مر، احنا تعذبنا، احنا زيادة شعب اليمن والوطن العربي بشكل عام، احنا خلاص يعني وصلنا لمرحلة لا تطاق صراحة، يعني هذا الذي أنا أقدر أقوله. والله العظيم انه هو مش هذا اللي انت تقدر تقول، انت لخصت اغلب الناس اللي يشتوا يقولوه. والله انا اتمنى حاجه من الله، ادعي من الله انه يرزقني ويرزقك ويرزق كل المسلمين رؤيه الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام في دنيانا في المنام مبشر لنا بالخير، وفي الاخره ان شاء الله نجتمع به في الفردوس الاعلى. قل ان شاء الله. إن شاء الله يا رب. الذي توفوا، أعز إنسان توفى عليه. توفى عليه ما في أحد الصدق يعني. أبدا ما في أحد لحد الآن، يعني ما فيش أي إنسان تعرفه غالي عليك مات. ماشي الحمد لله. إذن الحمد لله، وبإذن الله إنه إن شاء الله ربنا ما يوجع قلبك على حد. الحمد لله يا رب. ليش أنت سؤالك ليش تقلب انا اسف والله، انا اسف يعني، بس لحق نوصل رساله. والله شوف الميتين كثير، بس في واحد الذي يعني أثر صدق في قلبي، وفعلا ما في شخص مكانه يوقف مكانه أو يسد الفراغ اللي هو فيه. من هو يا هاني وايش بتقول له؟ ابن خالي، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه الجنه باذن الله. طيب ابن خالك ايش بتقول له؟ ايش بتقول له؟ أقول لها الله يرحمه ويغفر له ذنوبه إن شاء الله ويسكنه الجنة إن شاء الله. آمين. طيب اعتبر نفسك الآن بتكلمه، الآن كأنك بتكلمه، كلمه يعني. صعب إن أنا أكلم شخص ميت، يعني أنت الآن. أنا آسف يا هاني والله، سامحني يا هاني، سامحني، الله يرحمه ويسكنه الجنة. أنا آسف، الدموع هذه اللي موجودة في عيونك غالية هاني. طيب رسالة إنه كل شخص ميت، إنسان أو إنسانة متوفي أو متوفية، ما ننساهمش بالدعاء، صح؟ ما ننساهمش بالصدقات. نعم. ما ننساهمش بزيارة القبور. نعم. صح ولا لا؟ نعم. هاني سامحني. الله يسامحك. وربنا إن شاء الله يحسن خاتمتنا كلنا. إن شاء الله. ربنا يسعدك. شكرا يا حبيبي. الله هاني الله. والله كذا فاجأتني يا أستاذ حسن. أنا والله أشوف أغلى واحد الصدق مات من أصحابي حبيب أحمد موسى البيضاني، والله هو الوحيد الذي بكيت عليه من أصحابي كلهم، يعني والله ماتوا كثير من أهلي ومن اسمه هذا، لكن والله ما بكيت على حد نفس ما بكيت عليه. طيب لو سمحت لك الفرصة لمدة دقيقة أن تكلمه الله يرحمه يسكن الجنة، إيش بتقول له؟ الله يسكن الجنة ويدخل له واسع أبوابه، وإن شاء الله يكون من الصالحين الفائزين إن شاء الله بجناته.
تقول له انك مش ناسي له وانك والله إلا حتى الآن وأنا نحن بندعي له والله في كل مجلس في كل مكان نذكره إن شاء الله ونذكر له الفاتحة إن شاء الله بإذن الله واذكر له الفاتحة باذن الله. الله يرحمه ويسكنه الجنة. امين باذن الله ويرحم جميع موتانا وموتى المسلمين. سامحني يا كابتن انا اسف الله يسامحك قلبت عليه. المواجهه يا رجال الله المستعان بس كده واحد نحب نذكر انه كلنا رايحين الى نفس الطريق، فالواحد ينتبه يعني ينتبه. الدنيا فانية أكيد ما هذا. يا سلام، الدنيا فانيه وبرضه امواتنا واموات المسلمين ما ننساهمش بالدعاء بالصدقه. أكيد لازم الدعاء والصلاة وتذكرهم في كل صلاة وفي كل مجلس إن شاء الله. ربنا يسعدك يا كابتن وشكرا جدا والله. إياك إن شاء الله.